فرحة في النصر. رئيس لجنة الانضباط يبرئ رونالدو من واقعة الشباب. هلا والله بالغلا أحبائي وعشاقي في المملكة، ومتابعة دقيقة لتفاصيل ما حدث من واقعة كريستيانو رونالدو والتحقيقات والموقف الخاص بالأمر، حيث أعاد الإعلام الرياضي الشهير عبد العزيز المريسيل نشر تصريحات بندر الحمداني رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي بشأن آلية التعامل مع تجاوزات اللاعبين خلال المباريات. ما هي التصريحات؟ سنحكيها لكم الآن بهذا الموضوع المهم جدا جدا جدا، ولكن قبل ذلك اضغط لايك لهذه الحلقة، اشترك في القناة إن لم تكن مشترك، وفعل الجرس، ودعمنا بالضغط على علامة القلب. رونالدو مهاجم النصر فجر أزمة خلال الساعات الماضية بسبب الحركة غير الأخلاقية التي قام بها أمام جماهير الشباب خلال مباراة الفريقين الأخيرة. المريسل نشر تصريحات بندر الحمداني وأكد من خلالها السابقة أن لجنة الانضباط تعتمد في قراراتها على الناقل الرسمي وليس ما يتم تصويره من قبل الجماهير. رونالدو واجه خطر الإيقاف المباراتين بسبب الحركة غير الأخلاقية التي قام بها، ولكن هذه الحلقة لم تصور عبر الناقل الرسمي وتم تصويرها فقط من خلال بعض الكاميرات الموجودة في الملعب، وبذلك أعتقد أن هذا الأمر أن كريستيانو قد يتم تبرئته من الأمر إذا القرار النهائي قد يكون في صالح كريستيانو رونالدو. هو أمر الآن في غاية الصعوبة بالنسبة للكرة السعودية. يجب أن هذا هو زي ما بيقولوا اختبار، هل ستطبق العقوبة على كريستيانو ولا ستمنح كريستيانو تخفيف أو خروج من اللائحة ومن العقوبات. كان رئيس نادي الهلال، رئيس نادي الأهلي، أثار تصريحات الأستاذ خالد العيسى حول تأثير غياب جابري فيجا بعد الإصابة، وتساءل حول تأثير غياب رونالدو بعد توقعات عقوبته من لجنة الانضباط. العيسى صرح في وقت سابق وقال تأثير فيجا على الأهلي كبير، سواء من ناحية الإعلانات أو المشاهدات أو التأثير الفني داخل الملعب. طبعا تصريح غريب جدا بصراحة. والعصيمي الإعلام الرياضي النصراوي قال إذا النجم الإسباني صعد فيجا تأثير غيابه كذا، فما بالكم بتأثير غياب الأسطورة رونالدو ولو لمباراة واحدة. العصيمي أكد إنه إضافة جديدة غاية في الأهمية جاءت في فترة الأسطورة كريستيانو ودفعاته أمام لجنة الانضباط، أنه تضمنت مقاطع فيديو سابقة بالدوريات اللي شارك فيها كريستيانو سبق وأن قال في تحقيقات وامتثل طبعا للتحقيقات، وأكد أن الحركة التي تم القيام بها هي حركة تدل على قوة وليس بها أي لفظ أو أي شيء مشين تماما. وهو حرص على تقديم دفاع قوي أمام لجنة الانضباط، مشددا على احترامه للجماهير كافة وعدم إساءته نهائيا للمنافسين. من جهة أخرى، حسم المدير الفني للنصر لويس كاسترو موقف المهاجم كريستيانو من مواجهة الحزم. كريستيانو تواجد ضمن قائمة وشارك في التدريبات بصورة حيوية جدا جدا، ومن المتوقع أن يستضيف النصر الحزم غدا الخميس إن شاء الله على أول بارك. وأنا أعتقد أننا قد نرى في أي لحظة من اللحظات صدور لعقوبة كريستيانو رونالدو أو العقوبة في حق كريستيانو في أي لحظة من اللحظات. الأمر سيكون محل انتظار الآن من جميع الفرق، وخاصة طبعا الحزم الذي سيواجه النصر. طبعا مواجهته للنصر بدون كريستيانو أمر طبعا أكيد في صالحهم، وإن كانت بعض الأندية حتى هذه الأندية السعودية تفرح بمواجهة كريستيانو، حتى جماهيرها تزداد حضورهم في مباريات النصر التي فيها كريستيانو. كريستيانو يبقى هو أسطورة، يبقى هو الذي أعطى الزخم للدوري السعودي ودوري روشن السعودي، ولكن يبقى كذلك أيضا أن الاحترام والأخلاق هو الأهم، وعليه كريستيانو أن يعتذر كما قلنا في الفيديو السابق. وأعتقد أن لجنة الانضباط قد تميل إلى مباراة واحدة، ايقاف مباراه واحده، او ايقاف مع ايقاف عقوبه الايقاف مع ايقاف التنفيذ، كانها فقط مجرد تجريم للفعل، ولكن ان يرى كريستيانو ان هذا الفعل لم ياتي في محله ولم يكن في محله، وبالتالي يعلم انه منافي للقيم السعوديه. في النهايه وصلنا لنهايه الحلقه. اضغط لايك للفيديو، اشترك في القناه وفعل الجرس. شكرا لكم، السلام عليكم.